أيها السادة الكرام، تتشابه لحظات الزمان والمهمة واحدة لكن المكان مختلف. الحضور الكرام السادة المشاهدين، المايك معي والكلمة من نصيبي محمد كارم ابنكم حمادة معلقا وواصفا. ندخل في صلب الموضوع والحدث المكرر. كرة القدم في تاي البارود تصف رمضانيا، فلا الامواج تطيل الغياب عن بحرها ولا القطار على فراق سكته قدير. لا اهلاويا اجاد الحياه دون احمرار الدم، ولا ابن تاي البارود احب يوما الحياه بدون الكوره. خضعنا جميعا وكش ملك هزمنا امام عيني الساحر المستدير يا ناس. الحب والكوره والكوره هي الحب، ولا شيء يعنينا في انتظار بدايه المباراه ونزول الفريقين الباهيه بذكريات حكايات الابطال. هم لم يمتلكوا قانون وليس عندهم دولاب حافل بالبطولات، لكنهم يعشقون الكوره، يبدعون في سماء الكوره. الجرينتا تحتل المنصب الاهم. اما سعدنا يا ناس اصحاب الارض والجمهور. الله 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 الله. الجمهور من البدايه مشتعل ينتفض ويشجع. الله يا كوره محلاها بدايه القمه يا ناس. الالوان البيضاء في مواجهه الالوان الحمراء. التشجيع كما هو الحال في الثلثين والثلث شمال، والكوره تبتسم لا محاله في انتظار بدايه القمه السابع. الصورة التذكارية قبل بداية المباراة. قمة الجوار، قمة كلاسيكو، قمة بين الأشقاء. معدل الأعمار لم يتجاوز 25 عام للجميع. المباراة ستكون رهان حقيقي. ادابو ليسلم الجمل بما حمل. هلا البهي ستنتفض كما هو الحال هناك. تربيات الجوار شبرا شبرا، القصة كلها معلومة. شبرا بشرقها وغربها في مواصلة الاحتكاك والصدارة مع البهي. هناك فرسان وهنا ايضا فارس اخر. اصحاب الارض والجمهور اسعد. الصور التذكارية، الصور التذكارية، الشراط السوداء. رحم الله بكل تأكيد شهدائنا، رحم الله شهداء غزة، رحم الله شهداء المسلمين المستضعفين في كل مكان. البطولة الرائعة التي تقام على روح المرحوم أستاذ رجب الصاوي. دقيقة احتاج. ماتش كبير يا كارم النهارده، والبهي والسعادة. واليك الكلمة صديقي العزيز، عشان النهارده هننتقل من الاعلام للاداره الفنيه لفرقه البهي. وطبعا بعتذر لك طبعا اننا هنتحول دلوقتي تحول كامل. مستمتعين جميعا بهذا اليوم الرائع في القريه الرائعه والجميله. اسعدنا. البطولة المقامة على فقيد الشباب الأستاذ رجب الصاوي والطفل عبد
اللفتة الآن والشارات السوداء حدادا على أرواح فقدانا رحمة الله عليهم. البطولة الرائعة المقامة على روح الأستاذ رجب الصاوي فقيد الشباب، والطفل عبد الله أحمد السعداني طاهر الجنة رحمة الله عليه، ولفتة من الكابتن أحمد السعداني في هذا المحفل الكبير يا سادة في انتظار بداية المباراة. يلا يا جماعه صوره هنا يا احمد. يلا يلا بينا كريم وربنا معاه. ربنا معاك. ما زلنا الكورة واقفة صامدة شامخة في انتظار البداية. الصفر الان وانطلقت الحكايه. الكره عند حارس المرمى البهي لا مكان لجس النطه. المباراه من البدايات ستكون مشتعله. كره عند الصباحي يلعب كره في اليمين. يلا امشي يلعب التمريره والبهي تنتفض. نلعب من اجل الارض، نلعب من اجل الجمهور. امشي الولد صاصه يلعب للصباحي 1 على 1. يلعب الوان يستنى التو الوان تو ما تعديش الانطلاقه والكره في ضربه حره صافرة من الكابتن ميدو الحكم القدير. ضربة حرة على التنفيذ. بلحة يا بلح يلعب تمريره في الامام. الكنترول مثلا يلعب ويتحصل على رمي التماس. رمي التماس من الجانب على ايسر لصالح فريق السعادة. هدف في بداية القمة سيشعل المباراة 0-0 ولا يريد محمد صلاح خسارة الرهان في هذه القمة. السعداني عريس الحفلة. السعداني يلعب تمريرة والتصويب. الكرة بجوار القائم الى ضربة مرمى. انبوبة في حراسة المرمى. حمى البهي صلاح. هل سيكون جاهز في هذه الليلة وينتصر؟ هناك تضحية الان من لاعب فريق السعادة في استعادة الكرة. تضحية كانت لابد ان تصور يا دابو. ضربة مرمى على التنفيذ. انبوبة يختار الطولية في الامام ولكن الدفاع محمد عدل التصويب من الصفاحي. الكرة في ضربة مرمى على التنفيذ. ابو جبل يلعب تمريره في اليمين عند ابو جبل مرة ثانية. ابو جبل يلعب تمريره والضغط المتقدم من جانب فريق البهي والكرة في رمي التماس. ما زالت المباراة في بدايتها لم تنتفض بعد.
الكرة عند حارس المرمى انبوبة، يطلع بيها يختار مبدأ الأمان، والكرة في ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح أصحاب الأرض والجمهور فريق السعادة. الركنية الأولى في المباراة على التنفيذ بلح، على التنفيذ المتخصص بلح. الكرة والهدف الأول يطيح، ترجع والتصويبة خطيرة الكرة، خطيرة الفرصة. الهدف الأول كان قريب جدا من جانب فريق أصحاب الأرض والجمهور. السعداني يمشي، الصباحي يضغط على استخلاص من أنبوبة، والكرة في رمي التماس. رمي التماس، تمشي الكرة عند الصباحي في الكنترول، يلعب باص ولكن السعداني المرتدة. السعدنا ادي يلا باص يلا عدي يلا، يدي السعداني في الشمال. الكنترول والكرة في رمي التماس. رمي التماس، والبدايات قد تشهد هدف، البدايات قد تشهد جول. تمشي الكرة عند السعداني ولكن الاستخلاص 15 يمشي، يلعب كرة طويلة في الأمام. الصباحي مشاكس يتحصل على ضربة حرة، ضربة حرة لصالح الصباحي من الجانب الايمن. اعتراض من جانب ضربة حرة لاصحاب الرداء الابيض الباهي. الطيور هل ستستجيب فاتنة السعدني في هذه الليلة للضيوف امامنا؟ كاشف ابن الجيران يا ولد. التصويبة والكرة تعلو القائم الى ضربة مرمى على التنفيذ. ابو جبل يلا اشعلوها، يلا الجمهور ينتظر منكم المزيد، ينتظر مباراة اكثر من رائعة. العبوا الكرة بفنيتها بابداعها باثارتها ومتعتها. الكرة في ضربة مرمى عند انبوبة. ما زالت المباراة لم تبح بأي من الأسرار إلى الآن. المباراة سلبية في كل شيء، لم تنتفض. تمشي الكرة عند حارس المرمى أبو جبل، يختار الطولية. أنا شخصيا لا أحب الكرات الطولية، لا أحب الاعتماد على الطوليات، أنا أحب تناقل الكرات والخروج بسلاسة من الكرة. أنا فطرت في لعبة كرة القدم على الأهلي حينما كان يبدع، واستمتعت بحيثيات الحكم الجوارديولا في البارسا، تشافي ونيستا وميسي، وعشقت السيتي في هذه الأيام. لذلك أعشق الكرة البسيطة الرائعة التي تعتمد على الباص والخروج بسلاسة من الدفاعات. تمشي الكرة في الناس، ترجع الكرة بطولية في الأمام، يستلم الولد في الكنترول ولكن الضغط يفتكها إلى الألوان البيضاء، إلى الألوان البيضاء في ليلة يفرحون فيها. التصويبة بعيدة كل البعد إلى ضربة مرمى. رمي التماس، عفوا رمي التماس، تلعب التماس عند حارس المرمى ابو جبل. حارس المرمى يلعب تمريره في الشمال بكرة طولية في الامام، ولكنها كنترول اكثر من رائع من جانب فريق البعيد. كرة طولية كنترول، يمشي يلعب تمريره في اليمين، التحرك من اليمين، الضربة القاضية من اليمين، والطاقة الان، والكرة من بلحة الى رمي التماس. رمي التماس ويقترب الضيوف من تسجيل الهدف الاول. تماس، الجمهور يريد ان ينتفض مع المباراة، ولكن ما زال اصحاب الارض والجمهور لم يقدموا ما يحلو لجمهور السعادة الى الان. ضربة مرمى على التنفيذ، حارس المرمى يختار الحل الوحيد، الطولية، الكنترول يا ولد، يمشي بالكرة وفي التصويبة والضربة في المكان والزمان. كرة عنوانها تصويبة تجعل الكل يستمتع في مباراة عديمة المتعة إلى الآن. تمشي الكرة في الشمال، يلا امشي يلعب ولكن الخطأ. ترجع الكرة عند السعداني، يرجع لحارس مرماه، الباص والكرة في رمي التماس. رمي التماس تنتهي، هدف سيشعل المباراة. رمي التماس طولية، تبحث عن الوصول والإنقاذ، لمسة يد من خارج منطقة الجزاء. الحكم يكتفي بلمسة يد.
اعتقد قرار كابتن ميدو في ليست الا ولكن في احكام القانون بطاقه صفراء مستحقه. لا يهم ان كانت المباراه في البدايه، لا يهم ان كانت المباراه وديه ام رسميه، هذا قانون. ولكن روح القانون يخلق من الحكم بصفه ارتجاليه، يخلق منه انسان داخل الملعب يا ناس. تمشي الكوره بتمريره في اليمين، كنترول يلعب كرة طولية في الامام، ولكن الضغط المباراة يسيطر عليها الحماس فقط. تمشي الكرة عند الصباحي، الكنترول سيء، ترجع الكرة عند بلحة، يرجع لحارس مرماه. 0-0 النتيجة الان. السعادة لم تجب عن السؤال، لم تريد استكمال مسلسل المتعة. السعادة الى الان لاعبيها لم يدركوا قيمة الحدث، لم يدركوا قيمة ان هذا اليوم لابد ان يتحلى بالجمال فقط لا غير. لم يدركوا الى الان، ربما يدركوا في قادم الدقائق واللحظات. الصباحي يلعب تمريرة، تمشي الكرة الى رمي التماس، ما زالت وتوقيعات مستمرة ومباراة تلعب من جانب المديرين الفنيين بتحفظ غير مرغوب فيه. رمي التماس، تلعب التماس طولية، يفتكها على طول احمد السعداني، ترجع الكورة ما زالت حائرة، تستجيب لرغبات السعادة، كورة في الشمال والكورة في رمي التماس. رمي التماس الليلة تنتظرنا مباراة القمة في 7:30. الزمالك في فيستيفال اكثر من رائع يتحدث عنه العالم كله. من سينتصر؟ كرة طولية لكن يفتكها، حدث كبير بكل تأكيد. هي من الليالي التي جعلت الكل يعشق الكورة، ليالي الاهلي والزمالك، ليالي القمة، قمة كبيرة تنتظرنا يا سادة. الاهلي والزمالك بعدما عادت الروح الرياضية من جديد بعزم مرتضى منصور عن رئاسة نادي الزمالك والاتيان برئاسة حكيمة ذات طابع اخلاقي، اجتمع الكل وتوحد الجميع. اصبح الاهلي والزمالك في هذه الاثناء تاريخهم يتحدث وحيدا منفردا دون اي شائبة يا ناس. فمن سينتصر في هذه الليلة سنشاهد بكل تأكيد. كرة طولية ونرجع لاحداث المباراة. كرة طولية في الامام، كنترول 8 لاعب الباقي يمسك الكرة، يرجع عند المدافع اسلام. الكرة في رمي التماس، رمي التماس ضربة ركنية يحتسبها كابتن ميدو. رمي التماس، رمي التماس، مصطفى على التماس، بلح ويلعب التيشو، السعداني في الكنترول، الباص الاول، يلا يلعب عرضيه ولكن تفتقد الثقه والكوره الى رمي التماس. رمي التماس هدف سيشعل المباراه. يلا يا ولد، يلا يا ولد، يلا يا صباحي، امشي يا بابا، امشي يا صباحي، واحد على واحد، يعدي والكوره في اعطان حارس المرمى. تدخل عنيف وسلامات لحارس مرمى فريق السعادة ابو جبل. بطاقة صفراء للصباحي مستحقة بداعي التهور. الصباحي والروح الرياضية يا اخواني الان على حارس المرمى جبل. الجمهور ما زال يشجع في اجواء اكثر من رائعة. الكورة في الدم، الكورة في العين، الكورة في القلب، الكورة سكنا، الكورة بداخل الكل يا ناس. قلتها واقولها مرة اخرى، دولاب البطولات لدى ابناء السعادة قد يكون فارغ، الانجازات لم تحقق كما كان يتمنى شعب هذه البلدة، ولكن الروح وحب الكورة وعشق الساحرة المستديرة والشغف ما زال موجود بداخل الكل ويتوارثه جيل الى جيل يا ناس. الكرة في اليمين عند فريق السعادة بكرة طولية تصطدم بالصباحي، والكرة بين احضان حارس المرمى. اكثر من لمس الكرة في المباراة حراس المرمى يا ناس. تمشي الكرة عند ابو جبل، يلعب الطولية التي لم تجدي الى الان، والكرة في ضربة مرمى. محمد صلاح بمثلها كذا لن تحقق اي بطولة. يا محمد صلاح بمثلها كذا
جابوا لا جوه. بطولة شنطيط ولا بطولة صفقة ولا بطولة ثمن الحدين ولا بطولة السعادة، وستودع من الأدوار البدائية ده أبو. يا صلاح. ده أبو. هذه حقيقة تصريحاتك. في واحد وإلا عاوزه. الكورة يا صباحي، وإلا يا صباحي، وإلا الرد يا صباحي. والكرة بتدخل في رمي التماس، التشجيع من كل مكان، الكل يشجع داخل السعادة هنا في هذه البلدة التي تعشق الكرة. الجميع يشجع يا سادة، من يتواجدون في كل مكان يشجعون بكل اخلاص. ترجع الكرة بتمريرة الكنترول، يلا يلا امشي يلا، يترك تصويبة، يشتعل مع الجمهور، وبدأت تنتفض المباراة، بدأت تنتفض المباراة. تمشي الكرة في اليمين، كرة طولية في الأمام، يبحثون عن ضربة راسية بهليكوبتر قادم من البهي، ولكن إلى الآن الهليكوبتر لم يأتي. تمشي الكرة في اليمين، يلعب باص حسن بتمريرة الصباح المشاكس، والكرة في رمي التماس. رمي التماس يواجه فريق السعادة صعوبة بالغة في الخروج بالكرة من المناطق الدفاعية إلى الآن. فريق البهي يلعب بالحماس بالروح بالعنفوان، ويفتقدون الفنيات والعقليات في الملعب. ركز ركز ثم ركز، هذه المباريات تلعب من اجل المتعه يا ولد. رمي التماس، رمي التماس، تمشي الكوره، التصويبه تصطدم، والكوره بانقاذ من كريم ابو جبل الى رمي التماس. رمي التماس، الجميع متعطش هنا في هذا الملعب وفي السعادة لفرحة لهدف لجول ربما يرسم ويكمل البسمة على وجوه الجميع في هذا المحفل يا ناس. رمي التماس من الرواق الايمن، الانقاذ والكرة في ضربة حرة يحتسبها كابتن محمد ميدو. ضربة حرة بطبيعة الحال وبطبيعة تقارب المسافة بين البلدين قد يكون هناك مواجهات سبقت لفريق البهي مع فريق السعادة، ولكن تاريخيا لم ندرك فيما انتهت ومن كانت له الغلبة والانتصار. تمشي الكرة في وسط الملعب، الكنترول يفكر في التصوير، يطلق التصويبة، ولكن ترجع الكرة مرة أخرى مكتب السعداني على مدار منطقة الجزاء. السعداني يمر، لم يتحصل على ضربة حرة. سيميليشن واضح هكذا يشير حكم المباراة، تدخل قوي وإعاقة، وأعتقد بطاقة صفراء للسعداني. بطاقة صفراء الآن. 0-0 نتيجة المباراة. شكرا لكل القنوات الرياضية والشبابية الحاضرة هنا في هذا المحفل الرياضي. شكرا للمستشار الإعلامي المستشار أحمد الخويسكي ابن شبرخيت، والحاضر والمساند دائما والمحب والعاشق للساحرة المستديرة. شكرا لهرمي التحكيم داخليتي البارود وداخل البحيرة وداخل جمهورية مصر العربية، حكامنا الدوليين كابتن هشام الفنان والكابتن أحمد حمدي. شكرا لرعاة هذا المهرجان القوي والذي يطل علينا ببداية رائعة في هذه الليلة الكروية. شكرا للكل يا سادة. بكل تأكيد هذه البطولة تقام تحت إدارة شباب مركز شباب السعادة وبرفقة الأصحاب والأحباب، كابتن أحمد السعداني، كابتن مصطفى عبد التواب، كابتن مدحت مسعود. بدأ شوط المباراة الثاني، أعتقد اللاعبين سيستفيقوا في الشوط المباراة الثاني وسيقدمون مزيد من المهارات. تمشي الكرة في الشمال، هدف 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 نريد، هدف نبغ، هدف هدف هدف، الجمهور يطمح بجول. تمشي الكرة، التصويبة تصطدم، والكرة في رمي التماس. رمي التماس، توجيهات من الإدارة الفنية لفريق البهي محمد صلاح، توجيهات مستمرة إلى الآن، ربما يطمع في خطف هدف، في خطف جول في دقائق شوط المباراة الأول الثاني. في البدايات تدخل قوي، وهناك قرار، هناك قرار، أعتقد ضربة حرة، ضربة
حرة من إحدى البقاع السحرية. ضربة حرة من إحدى البقاع السحرية لصالح فريق البهي. ضربة حرة وتدخل قوي سلامات، تدخل قوي وسلامات بكل تأكيد. ضربة حرة من على رادار منطقة الجزاء. قد نكون مع لحظة لتسجيل هدف أول في هذه المباراة. ضربة حرة وتوقعات المدير الفني. هدف محمد صلاح. هل هي جول؟ هل هي جول؟ هل هي جول؟ هل هي جول؟ الكرة تضيع بجوار القائم. فكرة رائعة وتنفيذ أكثر من رائع. تمشي الكرة في المرتدة، الكنترول والكرة في رمي التماس. رمي التماس وبداية قوية في شوط المباراة الثاني من جانب فريق البهي. تمريرة في اليمين، يلعب الكرة عند السيد، يلعب تمريرة عند السحلة بكرة في وسط الملعب. كنترول أحمد صبري يلعب تمريرة في رمي التماس. تمريرة على المغمض من رامي والكرة في رمي التماس. تمشي الكرة في الأمام. باسم يحافظ على كورته ويتحصل على ضربة مرمى. أنبوبة في الطولية في الأمام، يلعب كرة طولية وحسني ينقذ والكرة في رمي التماس. رمي التماس، رمي التماس والمباراة أفضل في الشوط الثاني، لكن حارس المرمى في المكان والزمان. يلعب كرة طولية في الأمام. سهلة في الإنقاذ ورمي التماس أخرى تنفذ سريعا، لكن يفتك الدفاع. الرتم زاد يا بابا، الرتم زاد يا بابا. ما زالت يتحصل على ضربة حرة. لمحة فنية أكثر من رائعة وكفري من الكبائر المعشوقة لدى الجماهير يا ناس. مر فات لعب تمريرة في اليمين ولكن الختام كان سيء والكرة في ضربة حرة. ضربة حرة لأصحابها. الهدف الاول يضيع. شوط المباراة الثاني البهي حضروا الى المباراة وطائرة البهي متوكلة في مطار السعادة، بينما السعادة لم يأتوا الى المباراة الى الان. تمشي الكرة يلا، تمشي الكرة امشي يلا 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 يلا. والتصويبة خلاص. اين كانت المتعة؟ لماذا لم تأتي المتعة؟ لماذا لم تتواجد منذ بداية المباراة؟ ويا ولدي نبحث عن هدف، نبحث عن جول. رمي التماس على التنفيذ انبوبة. رمي التماس بلح على التنفيذ بلح. التيشو يلعب التماس، الكنترول، ترجع الكورة ما زالت فيها قدامه، يحافظ على كورته، يلعب في المنطقة الدفاعية. كورة عند بلح في الكنترول، يلعب تمريرة في الأمام. الباص ولمسة يد وانتفضت المباراة يا ناس. لمسة يد وضربة حرة من أحد البقاع السحرية. الأولى كانت من نصيب أبناء البهي فرطوا فيها، الثانية من نصيب السعادة قد لا يفرطوا فيها. قد يكون الأول يسعدني، قد يكون الأول يسعدني، قد يكون الجول والتصويبة. ما زالت الكرة والخطورة والإنقاذ. الإنقاذ والكرة في رمي التماس. رمي التماس لصالح السعادة. يضغط الان السعادة بكامل اوراقه من اجل الهدف الاول والجول وتدخل قوي. الحكم يمشي الكرة، الجمهور يطالب ببنالتي، الحكم يقول لم يستدعي الامر شيء. ترجع الكرة عند عرب. السيد يلعب تمريرة عند السعداني، يمشي ولكن ترجع الكرة ضربة حرة. زكي احمد السعداني يتحصل على ضربة حرة والكرة كانت خارج السيطرة وخارج الاستحواذ. ضربة حرة لصالح السعادة. ضربة حرة لصالح السعادة الآن في محاولة للبحث عن الهدف الأول والجول الأول والفرحة الأولى للجمهور. رمي التماس من الجانب الأيمن على التنفيذ المتحرك
افضل لاعب في فريق السعادة الان مصطفى مسمى بلحة. يلعب يا بلحة من اجل الاول. يلا يلعب التماس، الكنترول من السعداني، يلعب لبلحة والانقاذ من ناصر يحيى ناصر. التماس تنفذ، ترجع الكرة المرتدة يعدي مرة، ما زالت 3 على 3. يلا امشي، يلا يختار الحل الاصعب. المرور ما يمرش، الطرق مغلقة، كل الاماكن المؤدية الى مرمى ابناء يعطيله الادفانتج، يمشيها. ترجع الكرة مرة ثانية، الانطلاقة من رامي الاول. جول احمد صبحي، الهدف الاول. صفارة يحرز الهدف الاول. قطع دفاعي، السفاح يا ولد، السفاح يحرز الاول، وصفرها عارمة من المدير الفني محمد صلاح. التصويبة في محاولة للتعديل ومطلوبة الان بإصابة. 1-0. تبدلت الاحوال، الضيوف يتقدمون بهدف، اصحاب الارض والجمهور يعانون في النتيجة ب0. كان الوفاض يا ولد. ترجع الكرة في رمي التماس لصالح اصحاب الارض والجمهور. الدقائق القادمة ستكون محاولات حكيمة من جانب السعادة لفرض واعادة السيطرة من جديد من اجل العودة الى نتيجة المباراة واللحاق بنتيجة هذه القمة يا سلام. تمشي الكرة بكنترول من السفاح صاحب الهدف عند ناصر، يلعب عند رامي ناصر، منها الرامي ومنها ناصر يلعب، رامي يمشي، رامي يعدي، ناصر يتفوق، رامي يفوت، ما يفوتش ناصر، ما يعديش. تمشي الكرة المرتدة ولم يتماسم، ضربة حرة يحتسبها ضربة حرة، وعلى طريقة الهاندبول فاول مهاجم يحتسب الان كابتن محمد ميدو. لولا تسرع لاعب السعادة في الكرة الأخيرة لكان هدف التعادل في المكان والزمان. 3 على 2. اختار المرور، الحل كان غير مناسب، بالتالي ضاعت الفرصة وضاع الهدف التعديلي على فريق السعادة الذي يعاني في التأخر في النتيجة ب0 مقابل هدف للضيوف. ضربة حرة لصالح البعيد، كرة طولية في الأمام ولكن تفتك دفاعات السعادة، والكرة في رمي التماس على تنفيذ رامي. 8 يا رامي، تيشيرت الفنانين يا رامي، يلعب كرة والكرة طولية في الأمام، تيشيرت الفنانين يا رامي. 8 أعظم من لمس الكرة في متوسط ميادين العالم توني كروس الملكي. تمشي الكرة عند صاحب الهدف السفاح، ورمي التماس لصالح الباهي. 1-0 إلى الآن. أصحاب الأرض والجمهور متأخرين في النتيجة. رمي التماس في محاولة لتسجيل الهدف الثاني. يا ولد يا رامي على التصويبة عابرة للقارات، ولكن الكرة تعلو القائم إلى ضربة مرمى. ابو جبل يلعب تمرير عند مصطفى انبوبه، يلعب كره في وسط الملعب، الاستلام والدوران، ما زالت الكره في اقدامه، يفوت يعدي، تمشي الكره الى التماس، ما زالت والكره في التماس، الاشاره من الحكم ناحيه الالوان البيضاء، الكره تنفذ، الكنترول عند ابو علي، يمشي يفكر في التصويب من بعيد، والكره في ضربه ركنيه. يقترب فريق السعادة من التعديل الان. السعادة تريد الدخول واستقبال الافراح. لن نسلم الجمل بما حمل، هكذا يتحدث جمهور ولاعبي السعادة الان. السعادة فرصة العودة، فرصة الرجوع، بالجرينتا، بالروح، بالاصرار، بالشغف، بالعزيمة. العب التعادل يضيع والانقاذ من البعيد. الكرة في التماس، راس من، ضربة من، هدف من، الباص، الكنترول، التفوق العددي، الكرة في الامام، الثاني يضيع، ترجع الكرة، لمسة يد، واحتارت الكرة واحتار مع اللاعبين. المباراة انتفضت الآن يا ناس. ضربة حرة
شوط المباراة مغاير عن شوط المباراة الأول. الشوط الثاني في التوبة، كرة طولية في الأمام، الكنترول، الاستلام، وضاع الكرة وضاع الفرحة. ستفتش عنها ولدي في كل مكان ولن تجدها. الهدف التعديلي يضيع الآن على السعادة في هذه اللحظات. الكنترول، الاستلام، نصف الهدف معروفة ومعروفة. الاستلام الصح يعني هدف في الصح، الاستلام الطب يعني هدف في الطب، الاستلام يعني ما في القصة والكلمات سيكون عنوان وافراح يا ولد. واما الكرة بمثل هذا الشكل ضاعت ترجع الكرة في رمية تماس اخرى، ولكن هذه المرة من الرواق الايسر. رمية تماس وعلى الخطوط البيضاء يتواجد دابو. تمشي الكرة في رمية التماس. صور يا دابو، دون يا دابو، هي لحظات تعشق فيها الكرة يا دابو. ساعة نجم دابو، فساعة احداث رياضية انطلق اسمه في صفحته الشهيرة دابو احبابه. والكرة في حضرة دابو اصبحت مستمتعة حال الكل والجمهور. تمشي كرة طولية في الامام، الكنترول الكنترول الكنترول، والكرة في النهاية الى ضربة مرمى. يعاني فريق البهية بكل تأكيد من غياب اسطورته ونجمه وفنانه فهمي، حتى ولو لعب البهية مكتمل الصفوف وغاب فهمي غابت المتعة. أين التصويبات التي كانت لا تعد ولا تحصى؟ أين أهدافك في مرمى شبرا؟ أين حكاياتك مع صفة الحرية؟ أين رواياتك يا فهمي؟ الإصابة دمرت فهمي في الآونة الأخيرة. يرجع بالسلامة يمتع الكل من جديد. ننتظر عودة الملك إلى ملعبه المفضل. تمشي الكرة بكرة طولية في الأمام، الكنترول يلا، التعادل يلا، تمشي الكرة عند السعادنا والكرة في رمي التماس. الجمهور حضر الطبلة، حضر الأغاني، حضر الأهازيج، حضر الحفلة، حضر القصة، تمنى وطمح وحلم، ولكن محمد صلاح وكتيبة البهي أفسدت كل شيء إلى الآن. التصويبة والكرة في رمي التماس. رمي التماس لصالح السعادة في محاولة للتعديل، كرة طولية في الأمام، ولكن لا حارس المرمى أنبوبة في المكان والزمان. كرة طولية في الأمام، ترجع الكرة بكنترول من جانب عمرو يلعب تمرير عند السعداني. احمد يلا يا احمد، امشي يا احمد، امشي يا بابا، امشي يا عمرو، يلقي التصويب. ضاعت الكرة وضاعت فرصة التعديل. ترجع الكرة ولكن بطاقة صفراء مستحقة لصاحب هدف المباراة الوحيد. هناك إصابة على طريقة الشمال الفارقة. محمد صلاح محفظ لعبته من أجل إضاعة الوقت. بكل تأكيد كبير مشجعي البهية حاضر من المكسورة الرئيسية مساند وداعم كابتن فريحة. الحاضر كابتن فريحة بالروائح الجميلة حاضر في هذا المحفل، راعي كرة القدم داخل البهية. الآن يجري رواد كرة القدم داخل نتائج البارود عملية الإحماء خارج المستطيل من أجل لعب المباراة القادمة. بالتأكيد يغيب من يغيب، ولكن تبقى ويتبقى أثر الكرة في نفوس الكل. كرة طولية في الأمام وإنقاذ من حارس المرمى أنبوبة. ترجع الكرة عند البديل بطولية في الأمام عند 9
يطلق تصويبه ولكن الى ضربة مرمى. احمد يصوب والكرة الى ضربة مرمى. ضربة مرمى. محمد صلاح عامل متمسك بنتيجة المباراة. السعادة تحاول العودة والرجوع. تروح الكرة عند السعداني. السعداني 1 على 1 يعدي. التعادل. لا التعادل يضيع. التعادل يضيع والكرة في رمي التماس. رمي التماس على التنفيذ. السعداني على التماس. السعداني يلعب التماس. التماس والتعادل يا ولد يا ولد يا بوبا يا ولد. التعادل يضيع. تصدي اكثر من رائعة وانتفاضة من جانب الجمهور. السعادة تقترب. السعادة تقترب والانقاذ. ترجع الكرة عند سمرة يمشي يعدي. الثقة المفرطة تغلب الاخطاء. والتصويب والكرة في رمي التماس. الهدف التعديل قريب. التعادل قريب. التعادل قريب. التعادل قريب. التعادل قريب والكرة الآن عند أحمد وضربة حرة. ضربة حرة. ضربة حرة. دقيقتين وقت بديل يحتسبهم كابتن محمد ميدو. 1-0 نتيجة المباراة. هل الدقائق الفاصلة والخواتيم ستشهد هدف تعديلي أم أن المباراة خلاص انتهت من نصيب الألوان البيضاء؟ تمشي الكرة في الشمال. كنترول. الكرة تتعصب. يمشي يلعب كرة ثانية والكرة بين أحضان حارس المرمى. يلعب كرة طولية في الأمام. يحاولون يسابقون الزمن. يبحثون عن التعديل. يبحثون عن التعادل. الكرة في الأمام. مازال يلعب باص في الشمال. الباص الونتو الانطلاقة القتال الجرينتا. مازال يمشي يتحصل على ضربة حرة. وأمل أخير. الأمل الأخير الآن لصالح أصحاب الأرض والجمهور. السعادة الجمهور يشجع منذ اللحظة الأولى وإلى الآن. ضربة حرة. بودي يلعب تمريرة تصل بدفاعات الختام ولكن يفتكها مرة أخرى. ترجع الكرة عند حارس المرمى بخطأ دفاعي. احذر. ضربة حرة. خلاص اعتقد ان المباراة تسير بخطى ثابتة لصالح فريق الباهي الضيوف في هذه المباراة. 1-0 ونقترب من خواتيم المباراة. 1-0 ولحظات تفصلنا عن نهاية هذه المباراة. تمشي الكرة عند حارس المرمى. ربما ما زالت ولكن الانقاذ. ترجع الكرة لكن يفتكها والثاني. انتهت المباراة. مبروك فريق الباهي. ارض لك اصحاب الارض والجمهور. السعادة 0 الباهي 2. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.